بهالحياه. اشمعنى خيي له حق بكل شيء؟ ليش انا لا؟ بالعكس لما بتعطوها حريتها البنات بتسقف. البنات بتسقف. لما بتعطوا البنت حريتها بالعكس هيك بتصير بتطيعكم بالمعقول، بس لما ما بتعطوها حريتها بتصير بتاخذها بشكل غلط، بتفهمها بشكل غلط. اي وهذا اللي حصل لي. يعني اتجوزتي بسرعه، خرجتي هربتي من بيت الاب والاسره والقمع والما تعمليش وما تسويش الى بيت الزوج. 18 سنه اتجوزت. ما كانش عنده بيت. ما كانش عنده بيت؟ اتجوزتوا فين في الشارع؟ قعدتوا فين؟ لا بلاش لا احكي لنا بقى. او اتجوزتي زميلك في الجامعه؟ زميلي في الجامعه. كان بده اياني غني. انا ما كان ببالي الغنى، انا ببراءه عم بتزوج انه رومانسيه طب مشكور انه كان بده اياكي تغني. يعني مشكور، بس لما بيكون عم يعمل هالشيء لانا يشوفني عم بعمل ساتسفاكشن، السعاده اللي انا بدي اياها، اوكي، بس مش ليستغل هالموهبه لحتى هو يوصل لشيء هو بده اياه. اي يعني لما بتعملي انت شيء لانسان لتشوفيه سعيد ولتحققي له امنياته ورغباته بالحياه، هيدا بتقدريه وبتشكريه، بس لما بتلاقيه وصولي مش حتقولي له شكرا. لما هالبراءه وهالطيبه وهالحب البريء عم بيحولوا لمصلحه، يعني عم بيستغلوا لحتى طبعا استغلك، يعني استغلك ماديا. بس ما خليته يستغلني كثير. كم سنه يعني؟ لا تقوى منه. لا تقوى منه طبعا. كم سنه؟ 9 شهور. 9 شهور طلعت اقوى منه فعلا. لا ما اتكشف، ما هو ما صبرش، اتكشف على طول، اتكشف عايز ايه، وبقى عايز يعمل كونترايات معي ويمضي كونترايات وانا ليا مش عارف ايه قلت له تعال الزواج هيدا بطل، لانه الزواج مش مصلحه ومش كونترا ومش بزنس. عند ربنا وبالشرع وبالدين الزواج مش هيك. والزواج انه موده ورحمه. فلما انت غير انه قبلت بكل شيء ووقفني عن جامعتي، منعني كفي دراستي كرمال انا اشتغل وهو كفى دراسته، يعني في انانيه وفي منعك تكملي تعليمك عشان هو يكمل تعليم. انا اخترت حاجه وهي غلط، فرجعت نفسي وكلفتني كثير. تسرعتي؟ ايه كلفتني انه اتعذب لحد اليوم. يعني ليه؟ غلطه وحده بالعمر بتكلفك تقريبا 3/4 عمرك كله او عمرك كله. انت لسه صغيره، انت عندك كم سنه؟ شوفي لما عندك كم سنه بس؟ لا مش هقول. تدوني كم سنه؟ تدوها كم سنه؟ هاي مايسترو 11 سنه. 11 ايه يا مايسترو تديها كم سنه؟ لسه لسه ما جاتش 16 سنه. ف نكمل بقى. نكمل. غلطة واحدة. غلطة جرت أغلاط كتير من بعدها. إزاي؟ جرت هروب. هربتي منه؟ مش هربت منه، رحت عند أهلي يعني، بس الهروب من وطن. فقدت وطني. تغربت، لأنه مثل ما بتعرفي القوانين أي إنسانة بتتزوج دغري زوجها أشطر شيء بيعملوا بيمنعها من السفر، حتى لو كانت تشتغل، حتى لو كانت. وبعدين ببلادنا العربية للأسف ما بيحترموا الفن وما بيحترموا الفنانات بالذات. أي فنانة يعني معناتها إنسانة، حتى لو كانوا اللي معها هن ايه بس قولي معناتها انسانه مش بطاله. ليه كده؟ مش عارفه. يعني ما ممكن يتقبلوا انه وحده عم تعمل فن معناتها هي محترمه حتى لو لبست ما لبست، بس هي جواها يعني لبست مفتوح كده، لبست مفتوح ولبست مش عارفه ايه. انا بلبس الحاجه عشان انا حباها، انا حابه نفسي فيها، مش عشان ابين جسمي ولا عشان اعمل اغراء. انا الشخص الوحيد اللي يهمني اني اعمل اغراء ليه هو الشخص اللي انا بحبه، بس هو ده. بس جمهوري بحب ان انا اطلع في صوره حلوه، بس مش اغراء، مش حاجه ابتذال. بس في مجتمع. انا سيبيني من المجتمع ده الله يخليك. سيبيني انا ماليش في المجتمع علشان مجتمعنا غلط. انت جزء من المجتمع الشرقي غلط، انا رافضاه. رافضاه ليه؟ رافضاه عشان هو غلط، عشان هو ما بيحترمش المراه. بس انت مش مجروحه من المجتمع، انت مش مجروحه من جمهورك، لا خالص. انت مش مجروحه من الناس دي، انت مجروحه من تربيه كان فيها قهر شديد عليكي، فيمكن جالك رد فعل عكسي، جريتي اتجوزتي، تجربه ألمتك، وبعدين مريتي بعد كده بتجارب اصعب،
فانت يمكن مجروحه من الرجل الشرقي، الرجل الشرقي الذي اذاني، بالظبط، اللي جرحني، بالظبط، اللي كسر قلبي، اللي استغلني، لكن مش المجتمع كله. مش كده ولا ايه؟ نرجع في كلامنا. احنا كلنا منديل. احنا هنعتبر ان النهارده دي بيني وبينك قاعدين ما حدش شايفنا ولا حد سامعنا. وهتقولي لي ليه انت مجروحه كده من الرجل الشرقي؟ الرجال الشرقي اناني، بده ياخذ كل شيء مو بده يعطي شيء، ويا ريت ما نعطيه. البنات عماله تسقف. ايوه، وبعدين ايوه، باختصار كذاب واناني